الفنانين اللي شاركوا في أول عمل يعني حقيقة متميزين. يعني لو نذكر مثلا الفنان صقر المساعد، حس فني، صوت دافئ، متميز، يعني حقيقة من الفنانين اللي لهم مشاركات وله باع وعمر فني حقيقة. طبعا من الداعمين لقناة مواهب نجرانية فنانين كبار، من ضمنهم الفنان المخضرم عادل البيطار، قدم لنا عمل في قناة مواهب نجرانية فلكلوري نجراني، كان أول مشاركة له في اللون النجراني. حقيقة تميز في هذا اللون وأبدع بعنوان شمس المغرة، يعني كان من كلام الشاعر صالح العبد الله، وجدا أهن الفنان عادل البيطار على هذا التميز. تعلمنا منه الكثير. يعني غير ذلك الفنان الكبير يعني اللي خدم الأغنية الجنوبية، الفنان المتميز حسين العلي، كان من الداعمين للقناة في أغنية، وغير ذلك كان موجه لنا كمسيرة فنية. يعني حقيقة الأغنية اللي قدمها بعنوان الشوق يذبح كان من كلمات الشاعر صالح شوعي، أوجه لهم تحية وشكرا من القلب. حقيقة لا ننسى مواهب اللي شاركونا، من ضمنهم موهبة صاعدة بإذن الله إن شاء الله، صوت جميل، بندر الصالح، يعني جدا حكم صغر سنه إلا أنه متميز حقيقة مرونته في الغناء. طبعا قناة مواهب نجرانية مستمرة بإذن الله إن شاء الله، وتقدم الكثير سبحان الله. في موهبة حقيقة لا أنساها، شاركتنا في عمل كان من ألحان وكلمات الشاعر جريح فراق، قدمها الأغنية الفنان الواهم، صوت جدا جميل متميز، كان له حضور يعني عالي. من هالمنبر أقول له بإذن الله إن شاء الله واصل مسيرتك الفنية، صوت جميل والله يوفقك. طبعا يعطيكم ألف عافية على إتاحة هذه الدقائق. أني أذكر الداعمين لقناة مواهب نجرانية، كل الشكر موصول إليهم من القلب. يعطيكم العافية، وكان معكم الفنان محمد البوش.